قبل ما اكلمك عن لقاء السحاب، لقاء الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية، سؤال حلقة اليوم: مين من مدافعي الزمالك الذي يستطيع ايقاف كريستيانو رونالدو؟ طب بلاش دي. مين من مدافعي الزمالك قادر على ايقاف ساديو ماني؟ طب خد الحته دي: جماهير الزمالك بتدعي في كل صلاه بالتثبيت لخط دفاع الزمالك وعدم خروجه متر ونص عن مكانه. يا جماعة الخير، أنا هكلمك عن لقاء الزمالك والنصر السعودي، مفاجأة النصر السعودي للزمالك. أنت عارف يعني إيه فريق مركز مع رجب بحة وفريق بيجيب نجوم العالم علشان يقتنص بطولات؟ يعني في حد ذاتها هي بطولات وليها عوائدها المادية، لكن الأول نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولو أول مرة بتشاهدونا على اليوتيوب، فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط بلايك عشان يصل كل جديد. أتمنى ما تستخسرش فينا الدعم الكامل لنا عشان نستمر معاكم. الزمالك داخل على مباراة هي في حد ذاتها محطوط ليها سيناريوهين من جماهير الزمالك وقناة الزمالك. بمعنى، أنا عارفك عايز تعرف المفاجأة، بس ثواني بس. الزمالك لو كسب هنسمع زيطة هتخلينا ننسى يعني انجازات الاهلي اللي عملها في سنة، وهتخلينا كمان ننسى اصلا مين اللي كان مشارك في البطولة العربية دي علشان خاطر ماتش الزمالك هيكسبه في كريستيانو وساديو ماني. طيب الزمالك لو خسر، ده هتلاقي قناة الزمالك وهتلاقي الجمهور: لا الحمد لله الرجاله عملت اللي عليهم. وهتلاقي احنا يا جماعه بنلعب كريستيانو، بنلعب ساديو ماني، وبنلعب مش عارف مين لكن تعالى شوف رضا عبد العال قال ايه. رضا عبد العال قال وهو على احدى القنوات الفضائيه: مسيره كريستيانو رونالدو في عدد اهدافه 939 هدف. قال لك هيوصل هدف 900 في الزمالك. يا نهار ابيض! لما واحد زي ده زملكاوي نصا معجون بميه الزمالك اسمه رضا عبد العال بيتريق وبيقول ان 39 عشان توصل 900، يعني انت بتتكلم في 61 هدف. يعني احنا نقول ادعوا لخط الزمالك فانه الان يسأل. هيسأل عن فضايح كبيرة احنا ما نتمناش ان هي تحصل، لكن مفيش يا جماعة مقارنة ما بين للأسف الشديد محمد عبد الغني وكريستيانو رونالدو. مفيش مقارنة. الزناري مع احترام الكامل وحاتم سكر تقريبا وعمرو السيسي وناصر منسي واحترام الكامل لشيكابالا، بس شوف مين خط دفاع النصر. مفاجأة النصر السعودي للزمالك: ساديو ماني خلاص انضم للتدريبات وهيشارك بكرة أساسي. كريستيانو أساسي. وادي الكهرباء عملتها وقطعت علينا فسامحونا واعذرونا. هو يعني تشكيل باين من أوله، لكن على كل حال نتمنى إن المباراة تخرج بأقل عدد من الأهداف، نتمناها والله. وكمان عايزين نقول لجماهير الزمالك: هي بطولة الأهلي كان له وجهة نظر إنه ما يشاركش فيها، فنتمنى إنه الزمالك بعد لما يلملم أوراقه والتعادل يعني وداعه للبطولة، غير كده لازم يكسب. أخيرا بقى عايز أقول لك إن كهربا عامل حالة غليان كبيرة جدا 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 في الزمالك. بمعنى كهربا لحد النهاردة تحس القدر بينصفه، تحس ان كهربا لحد النهاردة من كل قلبه في تحركاته بيقول يا رب. لان ازمة غرامة كهربا يبدو ان فيها مفاجأة من العيار الثقيل هتغير معالم القضية خالص خالص.
كهربا لحد النهارده يا جماعه المحامي بتاعه اشرف عبد العزيز، بسم الله الله اكبر عليه، شغال شغل عالي على انه عايز يثبت تزوير عقد كهرباء. ولو ده حصل بالفعل قول على الزمالك السلام، لان هنا كهرباء هيطالب بالتعويض بمئات الملايين وحقه. الحاجة التانية ان محامي كهرباء ايضا بيلعب على حتة لو كهرباء هيدفع ان اللاعب حالته المادية متوسطة والوضع الاقتصادي في مصر المادي بالذات مش كويس، فيا جماعة حاولوا تشوفوا لنا صرفة علشان ده مستقبل اللاعب الوحيد اللي هي كرة القدم. فبالتالي الزمالك رفض. فلما الزمالك رفض هنا هيبقى في انعقاد للجنة المختصة في الفيفا بخصوص كهرباء، هتبدأ انها تشوف الصالح العام اللي في نفس الوقت ما يعطلش مسيرة اللاعب، لان ده يعتبر اكلة عيشه وهو مش لسه صغير هيقعد سنة وسنتين ويرجع يكمل تاني، ده كهرباء خلاص. فبالتالي كهرباء اذا دفع للاسف الشديد الزمالك لم ولن يستفيد بجنيه واحد. يعني ال 100 مليون هياخدوا 100 مليون، رقم كبير جدا وهم المستفيدين من تاخيرها، لكن الحساب اللي الزمالك اللي كهرباء هيدفع له المبلغ للاسف الشديد تحت سيطرة ممدوح عباس. ممدوح عباس يعني الزمالك بيواجه فقر مادي في الفترة اللي فيها هتحرمه من القيد. أزمة القيد بتهدد الزمالك. كهربا سبب انتقال إمام عاشور للأهلي. والله ده كل حصل، ارجعوا على الفضائيات وشوفوا تصريح هاي لطفي لما كان مع سيف زاهر هتعرفوا الحقيقة. على كل حال نتمنى الزمالك يعود لمكانه الطبيعي. نتمنى ان النهارده يكون في 22 واحد ما يركزوش بس مع كريستيانو وساديو ماني، يركزوا انهم ازاي يقفلوا خطوطهم، يظبطوا نص ملعبهم، الجوانب تشتغل، راس الحربة له الله بصراحة. يعني هيعمل ايه اصلا؟ ده النصر والاتحاد والدوري السعودي على وجه العموم راح جاب نجوم العالم. ده بيتحايلوا على محمد صلاح كمان عشان يهبطوا حاجه اسمها الدوري الانجليزي والاسباني والكلام ده كله والالماني، ويشتغلوا هم على انهم يكونوا اقوى دوري في العالم. وليه لا؟ حقهم. فانت يا زمالك اللي ظلمت نفسك، انت اللي ظلمت نفسك بس. فانا بشكركم جدا وانتظرونا دائما وابدا على ملعب كباتن. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.